أي عمل درامي أو سينمائي بيكون عنده مزايا وعيوب. الليلة حاخدكم في جولة في المزايا والعيوب بتاعة مسلسل زاندا اللي كسر الدنيا وعمل ضجة. في عيوب أكيد أنت حتكون ما لاحظت لها أو ما خدت لها بالك، لكن الليلة دوري إني أفتح عينك على العيوب المأساوية دي. حخلي العيوب في الأخير، حابدأ أول حاجة في المزايا بتاعة المسلسل الجميل ده. فجهزت لكم 3 عيوب و3 مزايا لمسلسل زاندا. حنبدأ أول حاجة بالمزايا لأنه فيه حاجات كتيرة سمحة، حأستعرض لكم 3 بس منها، بعدين حنجي نستعرض العيوب بتاعته اللي أنا بالنسبة لي كانت عيوب قاتلة جدا. طيب بسم الله، نبدأ في المزايا بتاعت المسلسل ده. أول حاجة لاحظتها هي النقلة النوعية في الدراما السودانية من الصورة النمطية القديمة اللي كانت كلها هزل وتفاهات وما بتعكس واقعنا إلى صورة جادة جدا تناقش قضايا مهمة ومجتمعية ومن شأنها إنها تغير في كثير من المشاكل الحاصلة في المجتمع، فبحييهم على الميزة دي. الميزة الثانية الموسيقى التصويرية، والموسيقى التصويرية أنا بالنسبة لي هي ميزة وعيب. حوريكم عيب لما نحصل مرحلتين نطرح عيوب المسلسل، ولكن حاليا هي ميزة لأنها جميلة جدا ومتعوب عليها فعلا. يا ولدي يا ولدي، أنا حية ما مت، والرب مقدرني على قاعد أعمل، وده البناتي وأمانة في رقبتي. ثالث ميزة هندسة الصوت. في كثير من الأعمال الدرامية والسينمائية السودانية بنشاهد مشاكل في الصوت، من شخشخة لأصوات غريبة كده بتظهر في الخلفية، لكن كل الحاجات دي كانت شبه منعدمة في المسلسل ده. معليش حنواصل لسه في المزايا لانها هي ميزه رابعه وانا حابب اضيف لانها حلوه شديد، اللي هي الوجوه الشابه. الحاجه الكويسه انه المسلسل استقطب عدد كبير من الوجوه الشابه اللي شاركت لاول مره. الحاجه دي كويسه لشنو؟ لانها بتدينا مساحه انه الساحه الدراميه السودانيه والسينمائيه تكون ذاخره بالمواهب الشابه اللي من شانها انها تعكس صوره كويسه شديد للدراما والسينما السودانيه. قبل ما نخش العيوب، اذا عجبك الفيديو ومستمتع به وللحظه دي يا ريت ما تبخل علينا تعمل لايك وتشترك في القناة. العيب الأول اللي هو ذكرته جبال في الفيديو لو ملاحظين، اللي هو الموسيقى التصويرية، قلت لكم هي ميزة وعيب. ميزة ذكرتها لشنو، أما عيب لأنها ما متنوعة، تقريبا 2 تراكس بيكرروهم في المسلسل كله. العيب الثاني المبالغة في حبكة بعض أدوار الشخصيات اللي أنا شخصيا حاسس إنهم ما أخذوا مساحتهم الكافية، أو تم عرضهم بصورة كده زي فلاش باك، حاجة كده بس، وما ذكروهم بصورة كويسة. زي في مشهد أنا زعلني شديد، المشهد بتاع ويزي في السجن لما طلبوا منه إنه يغني لهم المفترض المشهد ده يكون فيه نوع من الحقيقية اللي ممكن يحسها المشاهد. يعني هم طلبوا منه انه يغني في جلسة عادية، يا ريت كان يسمعونا صوته الطبيعي بدون اي موسيقى او تأثيرات صوتية، لانه بدل ما يسمعونا صوته الحقيقي وهو بيدندن مع صحبانه في السجن قاموا شغلوا لنا اغنية بلاي باك، والحاجة دي كانت سيئة جدا في نظري. الخطأ في حبكة بعض أدوار الشخصيات بيقودنا طوالي للعيب الثالث اللي هو الخطأ في السيناريو وحبكة السيناريو بصفة عامة. كلنا لاحظنا لما المجرم لاقى هالة وهدى في الشارع وضرب هالة كف، المشهد ده انتهى بصورة سلسة. بعده جه مشهد يتصلوا فوقه للطيب، والطيب جه خلاهم ينوموا في الركشة. الله يا الطيب، ضربنا لك عشان تشوف لنا حتة نبيت فيها. طيب الفوش كده شنو هذا؟ هلا وقعت مع هدى. كنت اقول لك حاجه، انت بيتي في الركشه دي كويس معاكي هدى للصباح، انا بوديكم لسميه خالتكم. بعد فترة من المسلسل لما الزين عرف وزعل من الطيب لانه ما حمى اخته، جابوا مشهد للطيب اللي طلع عنده اهل في قرية. غض النظر عن انك انت لشنو ما دام عندك اهل في حلة معينة او في منطقة معينة، المفترض كان تسوقها لو هدى ديل توديهم لاهلك في الحلة المعينة او في المنطقة المعينة. دي ما مشكلتنا. مشكلتي انا شخصيا لما جابوا مشهد بعد ده لما اخته بتقول له ليش الزين زعل منك، هو ما عارف انه امك كانت عيانه وانت كنت معانا هنا، وفي نفس اللحظه يعني جابوا لنا مشهد انهم هم اتصلوا عليه، يعني امه ما كانت عيانه ولا حاجه. يا اما هم بيشتغلونا يا اما في خطا في حبكه السيناريو، ده الراي الارجح. والمصيبه يا امل انه محملني مسؤوليه الحصل لاخواتي. ليه لكن؟ وانت ذنبك شنو في الموضوع ده؟ قال انه خلاهم امانه في رقبتي وانا ما بقيت قدر المسؤوليه. لكن يا اخوي انت ما كنت معانا في البلد، وامي كانت تعبانه شديد ولازم تكون معانا. بصورة عامة زي ما قلت في بداية الفيديو، ما في عمل سينمائي أو عمل درامي بيخلو من الأخطاء. حتى على مستوى هوليوود بنلقى بعض المشاكل والأخطاء زي ظهور ستاربكس في مسلسل جيم اوف ثرونز. ففي كمية من المشاكل والأخطاء اللي بتواجه الأعمال السينمائية. الكويس هو اللي بيستمع للنقد البناء وبيشتغل على نفسه وبيطور من ذاته في المرة الجاية، والكعب ده الإنسان اللي بيصير على أخطائه وبيشتغل
بخطأه، وبالتالي حيكون بدل ما هو ماشي فوق بينزل تحت. يا ريت الفيديو يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه دعما لنا وللمحتوى اللي بنقدمه. شكرا للمتابعه. كان معكم ابو بكر ادم. بيس.